هو إيه حكاية جوزي كل شوية يدّيني 100 جنيه ويقول لي عايز آكل فيها أكلة فيها لحمة وفراخ، بس أنا طبعًا ناصحة، عملت له النهارده أكلة هيحلف بيها بربع كيلو بانيه بس وبرضه ب100 جنيه، كل الأكلة مش البانيه بس، ربع كيلو بانيه واقف عليَّ ب35 جنيه، غسلته كويس جدًا بالدقيق وقطّعته زي ما أنتم شايفين كده مكعبات، حطيته في معلقتين زيت وحطيت عليه معلقة ونُص ملح، معلقة بابريكا، معلقة فلفل أسود، معلقة من الشطة وال7 بهارات، قطّعت بصلاية زي ما أنتم شايفين دي تقريبًا لا تُذكر، قولي يالّا خلّيها بجنيه. ومعاها قرن فلفل بربع جنيه، يعني الحسبة كلها بتاعة البانيه دي حوالي 37 جنيه وربع. بس هنحط حاجة تاني؟ هنحط حاجة تاني مكون بس إضافي بيخلّي البانيه أو الشاورما اللي إحنا هنعملها دي حاجة حلوة جدًا، طبعًا تقدري تستغني عن ربع كيلو بانيه ده وتجيبي صدر فرخة واحد بس. معلقة صلصة هتحطيها هتدّي طعم وهتدّي شكل وهتدّي لون جميل جدًا. هنعمل الأكلة كده بس؟ لأ طبعًا، تعالي أقول لِك هنعمل إيه تاني. هاتي نُص كيلو من البطاطس وقشّريها، نُص كيلو البطاطس بكام يا ست الكل؟ ب6 جنيه، هتقطّعيها إزاي؟ هاقطّعها طرنشات أتخن من الشيبسي شوية وأصغر من صينية البطاطس، ليه؟ عشان خاطر تستوي معانا، خلّصنا نُص كيلو البطاطس، تعالي بقى هنعمل بشاميل، بس بشاميل كريمي واقتصادي جدًا، هتحطي مكعبتين زبدة قولي ب5 جنيه، لإن هُم مكعبتين زبدة صغيّرين، حطّوا عليهم حوالي 4 معالق من الدقيق الصغيّرين، هنشوّحهم مع بعض كده ياخدوا تشويحة خفيفة، مش هاسيبهم لغاية ما الدقيق يتحمّر، يعني قولي برضه الدقيق بما إن الدقيق ب18 جنيه دلوقتي السايب مش المُعلّب، فقولي ال4 معالق دول حوالي نُص كوباية، يعني قولي مثلًا 2 جنيه، خلاص كده شوّحناه حاجة خفيفة، هتحطّي عليه كيلو لبن. كيلو اللبن ده بقد إيه؟ ب23 جنيه، وطبعًا أنا ما حطيتش الكيلو كلّه، أنا حطيت حوالي كيلو إلا ربع، بس طبعًا أنا مش هاشتري من الراجل كيلو إلا ربع، حطيت كيلو اللبن وحطيت عليه كيلو إلا ربع لبن وحطيت عليه معلقة ونُص ملح، معلقة فلفل أسود، معلقة من الشطة، وبعد كده سِبتهم على النار لغاية ما وصلوا للتماسك اللي أنتم شايفينه ده، لو حسيتوه مكلكع شوية استخدموا البتاعة دي وهو على النار هيفُك على طول، كده الحسبة كام؟ طلّعوا على الحاسبة بسرعة يالّا كده وقولوا لي، هاتي بقى طاجن حطي فيه شوية بشاميل، رصي البطاطس، حبة بشاميل كمان، رصي طبقة بطاطس كمان، وطبقة البطاطس اللي بعديها هنحط عليها حبة بشاميل، وبعد كده هننزل ايه؟ هننزل الشاورما او الفاهيتا بالربع كيلو بانيه اللي احنا عملناها كده هننزلها، وعندي شوية اضافات حاجة كده بسيطة هحط عليهم معلقة من البشاميل، بس عندي اضافة عايزة تستخدميها ماشي مش عايزة تستخدميها لا، هي بقى ايه؟ شوية من الموتزاريلا بتدي طعم حلو جدا. بعد كده هنزل عليهم طبقة بطاطس اخيرة وهنزل عليهم بقية البشاميل، برضو الاضافة الاخيرة اللي انت عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها ما تحطيهاش، هي ايه؟ هي الموتزاريلا. دخليها بقى الفرن لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة 220، هيطلع لك الطاجن الجميل ده، وراهنك لو كنت كملتي معايا في الوجبة دي 100 جنيه ما كملتيش 70 75 جنيه. وطبعا الوجبة دي اساسي معاها طبق رز بالشعرية او ايه او عيش، طبعا اساسي. رز بالشعرية ما حسبناهوش ليه؟ عشان خاطر ممكن ما تستخدموهوش، بس ممكن تاكليها بعيش. لو وصفاتي عجباكم ما تنسونيش انا ايه فاروق، اكتبوا لي في التعليقات عايزين وصفات ايه تاني ب100 جنيه، ولو عايزين تشوفوا وصفة فراخ كاملة ب100 جنيه هتلاقوها في الفيديوهات، ولو عايزين كمان وصفة لحمة ازاي ل4 افراد برضه ب100 جنيه هتلاقوها في الفيديوهات، واكتبوا لي تعليقات عايزين وصفات ايه تاني واسعاركم ايه في المنطقة عندكم اللحمة والفراخ، عشان خاطر نقدر نعمل ميزانية لكل الناس بنفس الاسعار. انا مين؟ ايه فاروق. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات.